كاملين شوفنا ديك الروينه اللي نايضه بسبب ديك البنت اللي مشات عند ديك الكوري كطلب منه النمره وطلبت منه حتى الزواج، وكاملين متفقين ان داكشي اللي دارت غلط 100% ومعارض القيم والمبادئ ديالنا حنا المغاربه، وخاصه انها كانت كتقول ليه انه هو واعر والمغاربه كاملين خايبين. يعني اصديقي انا وانت راه خايبين، وديك الكوري الواحد هو الجميل مركز الكون اللي الكره الارضيه نهار تولد صبت شتا بدل الورد. ولكن اليوم غنشوفوا الجانب المظلم من هذا الامر، واش بصح هادشي هكذا كما كيبان لينا حنا المشاهدين، ولا كاين شي خبايا في الموضوع اللي ما عارفه حتى واحد. باي ذا واي انا هاله صديقه ديالكم الجديده اللي غنبقاو نشاركوا مع بعضنا اي موضوع خلق الجدل وعامل الروينه في الويب، وكنعمل حتى فيديوهات مرعبه وقصص على المالاورئيات. ودا كيعجبكم هاد النوع المحتوى ما تنساوش تدعموني بلايك وتشتركوا في القناه. ودابا يلا نبداو. كنظن كاملين بينا عارفين هاد السائح اللي هو ستيف واحد الشخص كوري جاي يعمل تور هنايا في كازابلانكا، وغتلقى مع واحد البنت محجبه، ويعني ماشي شي حجاب عادي، عماله حجاب شرعي، وكانت مع الام والاخ ديالها. شويه غتسلط عليه من حيث لا يحتسب. ها انا بغيت النمره ديالك كنتينا زوين بزاف. هو عيا ما يبعد منك، يقول لها زعما انا كبير عليك، انتينا باقا صغيره، ما عنديش نمبر نعطيك واتساب ولا فيسبوك. ولكن هي ما فهمتش راسها وبقات لاصقه هو ماشي وهي معه. ومشكله انه شفتو يعني طلق اللايف وقال لا اصلا، ولكن هي وخايدك بقات معه. ما كنتش عارفه ان بهذا الفعل هذا غادي تدمر الصوره ديالها والسمعه ديالها، حيت دابا حاليا المغرب كامل كيهضر عليها، كيقول كيفاش فتاه محجبه بحجاب شرعي كيفاش قدرت تمشي عند داك الشخص وبقى تهضر معاه بديك الطريقه. في الاول قالت له عطيني النمره ديالك، قال لا انا ما عنديش نمره نعطيك فيسبوك ولا انستغرام. بدا كيتهرب منها شويه، قالت له واش تزوج بيا، هو عاوتاني تهرب منها، قال لها انتينا باقا صغيره انا كبير. وبالصح راه هي باقا صغيره الا عمرها 16 عام. ومشكله دابا هادشي كامل ماشي فيها هي، حيت حنا نقولوا 16 عام كيكون الانسان باقي صغير باقي متهور ما عارفش راسو شنو كيعمل. مشكله ان كانت معها الام ديالها والاخ ديالها، واش الام ديالها فعلا ما عارفاش. وقلب لي انا كنصور، يعني كانت عارفه، يعني ماشي هو شهره ولا عملت تشهير ولا داكشي هذاك، راه شافتو كتصور، وحتى الام ديالها شافتو كتصور وقال لهم انا طلق لايف. موراها غادي تبان واحد التصويره من حيث لا ندري، ماشي نفس النهار وماشي نفس اللبسه وماشي نفس المكان. يعني عاودوا تلاقاو. والناس في انترنت شنو كيقولوا ان يا داك الكوري عاود استغلا، شاف هذاك ملهوفه عليه واستغلا، يا ان كيعرفوا بعضهم وعملوا هادشي كامل بهدف البوز. وانا في نظري هادشي كامل غتخربق، في نظري انه غاعودوا تلاقاو صافي، ولكن هو غلط 100% في هادشي، حيت سيد راه كبير عليها بزاف. السيده لا عمره 13 عام، هو سالت 30 ودخل في شي 40 دابا. شويه مستر ستيف غيصدمنا بواحد الفيديو كيعتذر فيه المغاربه على هاد الروينه اللي ناضت في المغرب بسببه. وشويه واحده اخرى غيصدمنا بواحد الفيديو اخر كيهددنا فيه، كيهدد المغاربه كاملين انه غيصردوا من الحبس. اول فيديو بدا كيقول باللي هضر مع شي مسؤول في السفاره، هضر مع 2 مرات وقال له بلي ما عندك حتى شي مشكل قانوني في الفيديو اللي نزلتي، وهذه اول تخربيقه وغادي نرجعوا لها من بعد. موراها قال الناس ان في كومونتيرات كيقولوا له باللي انتينا ما عندك حتى شي مشكل، والمشكل كامل عملته ديك الفتاه الساحره. يعني ديك الفتاه الساحره اللي عمرها 16 عام هي اللي عملت هاد المشكل وهاد الدراما كامله. موراها بدا كيجبد شي مواقع عشوائيه وشي تخربيق، وبدا كيهدد بالناس وكيقول لهم غنتبعكم قضائيا. في الاخر الفيديو غيختم الفيديو بواحد الجمله اللي غالبا سرقه من سبيستون، قال لكم انتظروا ايها الاشرار ساعطيكم فرصه اخيره.
وقال بما انه هو كيبغي المغرب قرر انه يعطيكم هاد الفرصه هذه. وهاد الفرصه هي جوج شروط اللي شرطهم علينا. الشرط الاول انه اي واحد بوست عليه شي حاجه ولا قال عليه شي حاجه يمسح داك البوست وما يبقاش بالمره. والشرط الثاني هو اي واحد بوست عليه ولا قال عليه شي حاجه يصرد له اعتذار رسمي يوميا. هذا الاعتذار ماشي اعتذار عادي حيت يبقى يتصرد كل نهار، يعني كل نهار انتينا غادي تفتح ميساج وغتصرد له وتقول له اسمح لي. وقال لهم اذا ما عملتوش هادشي كامل ستواجهون عقوبه شديده. هادشي كامل بغيت نقول ان هاد السي ستيف راه كيخربق وحتى شي حاجه من الهضره ديالو ما صحيحه، حيت الفيديوهات اللي نزل وداك الروينه اللي نيض من داك البنت كامل هو اللي يقدر يدخل عليه للحبس. حيت اذا رجعنا الفيديو ديالو كامل عامر مشاكل قانونيه، حيت مصور مع قاصر، وفي المغرب اذا تصورتي مع قاصر بلا اذن والديها ولا شي حاجه، وخاصه انه شو دابا في المغرب كامل غيدخل على هاد الشيء من الحبس. للعكس ديالنا اللي كيقول بلي حنا اللي شهرنا، لا ماشي حنا اللي شهرنا، حيت الفيديو ديالو ديجا كان منزل في انترنت، يعني بامكاننا حنايا نرجعوا نستخدموه. وهذا الفيديو التهديد وديك الفيديو بغا يزيد يطلع نسبه المشاهده، حيت القناه ديالو في يوتيوب كانت ضعيفه بزاف، وحتى نشر داك الفيديو مع ديك البنت عاد بدا كيحس بشويه الضوء. ودابا نقدر نقول لكم بسلامه، تهلاو في راسكم، ما تنسوش تعملوا لي لايك اند سبسكرايب. باي باي، نتلاقاو في فيديو جديد. شكرا.